السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفكره فيديو حلوه جديده، ودي اختراعي انا. بس قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، اتمنى من حضرتك لو لسه مشتركتش في القناه، اتمنى منك تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو اتمنى من حضرتك تعملي لايك. ونبدا زي ما اتعودنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض صينية بطاطس فيها قطع، أو قطع من البانيه في صينية بطاطس في الفرن. يعني مثلا احنا كلنا متعودين مثلا ان احنا بنعمله فراخ بالبطاطس في الفرن، وراك بالبطاطس في الفرن، فرخة كاملة، نص فرخة، صدور فراخ كده. لا، احنا المرة دي هنجيب اللي هي الصدور، وهنقطعها كده مكعبات زي اللحم. يعني شفت مثلا بتشتري لحمة من عند الجزار، بتيجي تقطعها في البيت كده مكعبات، احنا هنقطعه كده الصدور بتاعتنا مكعبات، وهنحطها في صينية البطاطس وهندخلوها الفرن. تمام تمام. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة انا معايا هنا طماطميتين. انا كنت غسلاهم كويس ومقطعه اللي هي يعني الراس بتاعتهم اللي هي بتبقى ورا الخضره ديت، وكنت غسلاهم وحطاهم في الفريزر. طلعتهم من الفريزر وهحطهم كده قدامكم. انا حبيت اوريها، ما رضيتش استنى ان هم يفكوا. حبيت اوريكم بس الفكره ديت، انك انت ممكن تحطي الطماطم لو انت مثلا ما عندكيش وقت انك تجيبي طماطم وتصلصيها وكده، فممكن تغسليها كويس وتحطها في الفريزر سليمه زي ما هي كده، وتطلعي تستخدميها. يا دوبك تحطي عليها شويه ميه، يعني حوالي مثلا 15 دقايق تلاقيها فكت معاكي وبقت كويسه. هننزل عليها بقرنين من الفلفل الاخضر، وهنحط عليها برضو بصلايه كده متوسطه، وايه والجزر والبصلات التانية دوت هنعمل بيهم حاجة تانية هتشوفوها دلوقتي. هحط عليهم برضو مكعب بنجر. البنجر ده بحاول ادخله في اي اكل انا اعملها، عشان البنجر ده زي ما انتوا عارفين كلته حديد، واحنا طبعا عشان ولادنا وعشاننا وكده فلازم نستغله وندخله في اي حاجة في الاكل، علشان نستفاد بالقيمة الغذائية بتاعته. كده كده مش بيغير طعم ولا اي حاجة، بل بالعكس بيزود الاكلة بتاعتنا كلها قيمة غذائية. هننزل عليهم، حطيت عليهم شوية مية بس عشان الطماطم تفك معايا، وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة كده من التوم المهروس، او لو ما عندكيش توم مفروم انزلي مثلا بفصين توم قشريهم كده واغسليهم، وما حطهم مع الخليط ده. تضربيهم كده بالهاند بلندر او في الخلاط لو مش عندك هاند بلندر. وهتجيبي بقى الجزرتين تبداي تقطعيهم كده شرايح، زي ما انتوا شايفين كده. والبصليه برضه هتقطعيها جوانح كده رفيعه. وهتجيبي البطاطس بتاعتك، هتكوني قشرتيها وغسلتها كويس جدا. انا تقريبا مستخدمه حوالي كيلو من البطاطس. انت بقى يعني كميه البطاطس دي بتاعتك انت بقى، شوفي عايزه تستخدمي كيلو، نص كيلو، شوفي اللي يعني انت حابه كميه هتستخدميها. انا دايما بحب لما اعمل صينيه بطاطس في الفرن، دايما بحب ان انا اعملها تكفيني يومين. انا بحب ناكله منها تاني يوم يعني. فدايما تلاقيني مثلا بزودها بحيث ان تكفي لبكره، بالاخص ان انا مثلا يعني تاني يوم ده ببقى ورايا مشوار، فببقى مش موجوده في البيت ان انا اجهز غدا. فبقى عايزه يبقى في غدا جاهز كده، ان احنا نيجي نسخنه نتغدوا بيه يعني. المهم قطعت كده البطاطس كده، تحاولي تقطعيها كده شرايح كده، تكون حجمها متوسط، لا رفيعه قوي ولا تكون تخينه، متوسطه معاكي كده في الحجم زي ما انتوا شايفين كده. حابة تقطعيها على بلانش عشان تتحكمي اكتر في تقطيعتها، تمام. هتعمليها على ايدك، تمام، مفيش مشكلة. هننزل عليها بالجزرتين اللي احنا مقطعينهم. مش حابة الجزر ده اختياري معاكي، بس بيبقى طعمه حلو قوي برضو لما بيشرب من صوص الفراخ اللي احنا بنبقى عاملينه. وهننزل برضو بالبصل، وهنحط عليهم رشة من الفلفل الأسود ورشة بسيطة كده من الملح، ونقلبهم في بعض كده كويس. وتبقى كده احنا جهزنا الصينية بتاعتنا. انا كده بقى كنت انا حاطه ميه على الخلطه كده، اللي هو شويه ميه صغيرين كده عشان يفكوا الطماطم. فدلوقتي بقى الطماطم هتفك، فهنبدا بقى اضربهم ونشوف هنضيف عليها مكونات ايه تاني غير الطماطم والفلفل والبصل اللي احنا حطيناه. زي ما قلت لكم، لو مش حابه تضيفي جزر، دي حاجه اختياري يعني. بس احنا بنحب نضيفوها، بتدي طعم حلو، وبتبقى برضو جزر يعني معروف كل حاجات قيمه غذائيه. يعني حاولي دايما تخلي الاكله بتاعتك اللي انت تعمليها على قد ما تقدري تزودي القيمه الغذائيه بتاعتها عشاننا وعشان اولادنا وكده. ضربت انا هنا بقى الطماطم والبصل والفلفل، هنزل عليهم بمعلقه من الفلفل الاسود والبابريكا وكزبره. بص، اي بهارات عندك حطيها. انا في خلطه الفراخ دي بالذات بحط لها كل البهارات اللي عندي. حطيت فلفل اسمر وبابريكا وكزبره وكمون، وسبع بهارات وكاري وملح. لو عندك بقى قرفة مطحونة يا سلام حطي منها، بس كانش عندي الا خشب، وانا محبتش احط بقى الخشب يعني، استكفيت بكده. وهحط رشة بسيطة قوي من الشطة عشان ما تبانش برضه في طعم الاكل عشان الاولاد. انت بقى الشطة دي بقى اختياري ليك يعني، كتري ما تحطيش خالص، دي بتاعتك انت. وهحط بقى معلقة من الخل،
ما نسيت أقول لكم حطّوا زعتر، الزعتر بيدّيها ريحة جامدة أوي، يعني أصلًا من قبل ما تدخّليها الفرن وتشمي ريحتها جميلة أصلًا معاكِ، الزعتر في أي مشاوي بيدّيها ريحة جميلة أوي. هاحط برضه فصين من الحبهان، ورقتين من اللوري، هاطحنه أفرمهم برضه مع الخليط ده، لو عندِك مطحون يبقى كويس، أنا مش عندي مطحون فأنا هاحطهم يتطحنوا عشان مش بنحبهم يبقوا باينين في الأكل كده وظاهرين يعني وكده، وهاحط عليهم معلقة من الخل ومعلقة من الزيت ومعلقة من الكاتشب ومعلقة من العسل الأبيض، وحوالي كده ربع كوباية كده أو كام معلقة كده من اللبن، عشان يطرّي معاكِ الفراخ، بيطرّي معاكِ الفراخ ويدّيها طعم حلو. سلام بقى لو مش عندِك لبن وتحطي مكانه زبادي، بيدّيها برضه طعم حلو برضه جميل. المهم طبعًا لو مش حابة تضيفي لبن ما تحطيش، بس اللبن بيدّيها بيطرّي معاكِ الفراخ وبيدّيها طعم حلو. هاخد شوية كده من الخلطة بعد ما خلاص ضربناهم كويس، هانزل بيه كده أقلّب عليهم على البطاطس والجزر كده والفلفل أقلّبهم فيها، وارجع بقى أجيب الفراخ بتاعتي. أنا شوفوا أنا مقطّعاها نسيت أورّيها لكم، مقطّعاها كده مكعبات، هي يعني باحاول إن أنا أبيّنها لكم وأطلّعها كده وأورّيها لكم. مكعبات كده زي مثلًا كأنِك زي مكعبات اللحمة كده، هانزل عليهم كده بالخلطة، أقلّبهم فيها كويس، وبعد كده أنزل بيهم على البطاطس، وأقلّبهم برضه يعني برضه في البطاطس، بحيث برضه إن مش تبقى الفراخ على الوش، لأ أنا عايزاها تبقى بطاطس وفراخ كلّها مندمجة مع بعضها كده كويس. بعد كده ده الكلام ده أنا باعملاه قبلها بليلة، يعني الكلام ده باعملها بالليل، عايزة تعمليها في نفس اليوم تمام، بس أنا باعملها قبلها بيوم عشان الفراخ والبطاطس يتشربوا كلّياتهم من التتبيلة، بيدّيها طعم أحلى وأجمل يعني، كل ما يفضلوا في التتبيلة بيطعّموهم أكتر. حابة تعمليها في نفس اليوم وتسويها في نفس اليوم ماشي تمام، ما فيش مشكلة. أنا عملتها قبلها بيوم ودي تاني يوم أهوّة، هابدأ أغلّفها بقى، أحط لها أول حاجة ورق من الزبدة، وبعد كده أحط لها ورق من اللي هو الفويل، وأدخّلها الفرن وأهدّي عليها النار سيبها تستوي براحتها، إحنا مش مستعجلين يعني. لو أنتِ بقى مستعجلة بقى ضبّطي النار بتاعتها، بس أنا باحب أهدّي النار على الفراخ والبطاطس تستوي براحتها. لو مش عندِك من ورق الزبدة ممكن تلفيها بورق الفويل بس يعني. هنا هاعمل جنبها شوية رز بشعرية، هاحمّر الشعرية كويس وبعد كده هانزل عليها بالرز، طبعًا الرز حسب يعني أنتِ شوفي بقى بتعملي كوباية والّا كوبايتين من الرز وتحطي المَيّة بتاعتِك والملح، ضبّطي ملحِك وكده وتسيبيه بقى مع البوتاجاز بقى يستوي براحته. الفراخ بتاعتنا طلعت أهيّة، استوت معانا بقى وكده، هاحط لها بقى مكعب كده من الزبدة كده هاقطّعه كده مكعبات صغيرة واحطه كده على الوش وادخّلها تحت الشواية تاخد معانا لون. وتطلع معانا بالشكل الجميل ده، بُصّوا دايبة دوب والبطاطس تحفة والفراخ معانا جميلة ومكعبات كده جميلة، جميلة بصراحة، جرّبوا بس الطريقة ديّة، يعني بدل مثلًا ما تعملي مثلًا لو أنتِ مثلًا يعني مثلًا آخر الشهر أو أيًا يكن بقى مثلًا ما عندكيش كمية فراخ كتيرة، هتقدري تجيبيها كده وتقطّعيها مكعبات وتدخّليها في البطاطس والكل هياكل والكل هيتراضى، لو كل واحد ادّي له كده مكعبين كده من الصدور الفراخ دي أو مكعبين من الفراخ ديّة، هياكلوا والكل هياكل ويشبع كده وتبقى جميلة. هتدخّلي في طبق التقديم بتاعِك أهو، وجميلة وحلوة وكلّه هياكل، يعني بدل مش شرط مثلًا تعملي كمية فراخ كبيرة أو فرخة كاملة أو مثلًا يعني أنا عاملة مستخدمة نُص كيلو من الصدور، من البانيه يعني، نُص كيلو من البانيه مستخدماه كده، قطّعته مكعبات واستخدمته، واشوفِك في فيديو جديد، سلام عليكم.